ومبروك علينا الصحراء المغربيه، مبروك علينا الصحراء المغربيه. والله يخلينا ديما في الامن والامان، وديما في التقدم والازدهار. هادشي اللي كاين. والله ينصر سيدنا حامي حمى الوطن والدين، وبلادنا فيها الحريه. شكون اللي قال لك بلادنا ما فيهاش الحريه؟ بغيتي الجامع راه هو، بغيتي البر راه هو. وحنا تنحترموا جميع الديانات وكنستقبلوا جميع الشعوب. احسن بلد في العالم هو المغرب. كنحمد الله ونشكروه على هذه النعمه وهذا الناس اللي قايمين بالواجب وغاديين بهذه البلاد لقدام. واخا كاينين بعض الاختلالات ولكن غادي يتصلحوا مع الوقت. الاصلاح ما كيجيش في وقت وحده، الانسان خصو وقت للاصلاح. وهذا الشيء اللي كاين. والصحراء المغربيه وبلادنا زينه، وحنا جنود مجندون وراء جلاله الملك الله ينصرو. وبلادنا ان شاء الله غادي تزدهر وغادي تقعد الميمون ان شاء الله غادي تقعد الميمون. وحنا اش الطرقات تتصاوبوا والبلاد تتصاوب، والحمد لله والشكر لله. وهذا الشيء اللي كاين. و كاس افريقيا في المغرب، كاس العالم في المغرب. التنظيم وان شاء الله نديوهم بجوج وغادي تزدهر البلاد. ايوا وعمي تبون راه قال لي جلاله الملك الا بغيتي حوار ونقاش سعاده عمي تبون، ما عليك دابا غير تواضع. دابا راه غادي تشوه مع العالم عمي تبون. الا ما قبلتيش الحوار والنقاش الاخوي مع جلاله الملك عاهل البلاد الله ينصرو، راك غادي تشهد عليك العالم وغادي تولي في مشاكل كبيره اللي اكثر من هذا الشيء اللي انت مشوه. هذا الشيء اللي كاين. الجزائريين خوتنا وحبابنا، ولكن الحق يعلى ولا يعلى عليه. لهذا نصيحه عمي تبون، عمي تبون خاصك تكون اذان صاغيه لسيدك جلاله الملك. راه غادي تمشي في التقدم والازدهار الا تبعتي المغرب. ما تبعتيش المغرب بقيتي هكاك راه الثروات ديالك ما تستافدش منهم وما تمشيش بعيد. حنا راه ما عندنا لا ثروات لا والو، متقدمين عليك عمي تبون. وهذا الشيء اللي كاين. جلاله الملك نصره الله قال الاخ عبد المجيد تبون فخامته حوار بناء، زعما فتح نقاش اخوي. و نقول لك، ومن بعد النقاش الاخوي اللي طلب جلاله الملك هو انه تبعوا الشكر ديالو ديال القوات الدفاعيه اللي سهر على امن البلاد في الحدود. حنا راه ما كنهجموش، حنا راه كندافعوا على بلادنا. هادشي اللي كاين. زعما عبد المجيد تبون راه تشوهتي مع العالم. المغرب راه ما عمرو غادي يهجم، راه بركه غير هادشي اللي شاهد فيك فيه العالم انه نتايا الا ما درتيش حوار وما استجبتيش للمطلب الملكي راه مشكل عندك مع الدول. صافي راه وليتي شوهه ما بينك وبين العالم. والله يرحم الشهداء والصحراء المغربيه. وحنا عندنا تاريخ، التاريخ ديالنا قديم. نتوما راه دوله في عمرها 60 عام ولا ما عرفت شحال. وهادشي اللي كاين. وتحيه لعمي تبون والله يهديك. راه عندك النفط وعندك الثروات تبعير جلاله الملك، راه غادي تزيد بلادك لقدام. اما الا بقيتي في عداء مع المغرب راه ديما غادي ترجع للور. تحياتي عبد المجيد.